المرض يسرق الابتسامة من الفنان الكوميدي سعد خليفة الذي تعرض لوعكة صحية ألمت به. عجز كلوي حاد نقل على أثره إلى المشفى. الحال على ما هو عليه، لكنه بحاجة إلى تداخل جراحي عاجل لإنقاذه وتماثله إلى الشفاء وعودته إلى جمهوره الذي يترقب ذلك. خليفة الذي أعطى إلى الخشبة والعدسة منذ عام 1990 بحاجة إلى وقفة حقيقية تعيده إلى عافيته. سعد محتاج كل واحد لازم. صدقني في اليوم أنا جيت سعد خابرني مسخن يبكي مثل الطفل اللي شفته، بس يجي ظل يبكي. فأرجو يعني من كل واحد يسمعني، احنا اخوتكم فنانين. اتصور يستحق انه واحد يدير بال عليه، يستحق انه واحد يتعب له، يستحق واحد يقدم له خدمه مثل ما هو قدم عطاء لكل العراقيين. شبكة الإعلام العراقي التي تطلع بإنتاج عمل كوميدي يشترك به الفنان سعد خليفة قامت بزيارة إلى المشفى الذي يرقد فيه. الزيارة التي ضمت رئيس مجلس أمناء الشبكة مجاهد أبو الهيل وعضو مجلس الأمناء هدي الكامل حملت خالص الأمنيات لصناع الفرحة بالشفاء العاجل، وأيضا أكدت وجود عدد من المتبرعين لإجراء التداخل الجراحي. جئنا للإطمئنان على صحة الفنان الكوميدي، وإن شاء الله يقوم سالما، والشبكة بكل ما تستطيع، وهناك ناس خيرين أعلنوا تبرعهم لشفائه، وسواء كان داخل أو خارج العراق. وإن شاء الله سيكون قريبا على شاشة العراقية سعد خليفة متألقا في عمل كوميدي في رمضان، إن شاء الله يقوم سالما. والآن هم الفنانين كلهم محلقين حوله، وكثير من المجتمع العراقي سواء كانوا رجال أمن أو مواطنين عاديين. هناك مسعى حثيث لأن نوفر له يعني ما يغطي تكاليف علاجه وينقذ يعني ما يخص الحالة اللي هو يعاني منها. وإن شاء الله العراق بخير، وفي ناس طيبين ويتوفر بهم النبل والإنسانية ولهم مبادرات كريمة، و يعني أملنا هذا الجانب الحمد لله. وإن شاء الله نقول للعزيز سعد يشد حيله ويقوم حتى ترجع البسمة إلى وجهه ويقدر يرجع البسمة إلى وجوه جمهوره. ولم تقتصر هذه الزيارة وأخريات على شخصيات حكومية وعامة، بل تعدتها إلى مئات المواطنين من مختلف الفئات والشرائح، بل وحتى ناشطون ومدونون. نتمنى الشفاء العاجل إن شاء الله فناننا العزيز، وندعو الحكومة العراقية الالتفاتة الكريمة إلى الفنان سعد خليفة، نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. سعد خليفة من مواليد ديالى عام 1960 بدأ مسيرته الفنية منذ تسعينيات القرن الماضي مع مسرح الطفل عبر مسرحية السنافر، وله العشرات من المسرحيات والمسلسلات الكوميدية. من بغداد غيث طلال، العراقية نيوز. ومشاهدينا ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا غيث طلال من المستشفى الذي يرقد فيه الفنان سعد خليفة. غيث أهلا بك. نتمنى بداية الصحة والعافية إن شاء الله لفناننا الجميل. كيف هي حالة الفنان خليفة، وهل هناك من تطمينات بشأن حالته الصحية وتحسنها؟ مرحبا غسان. يعني بداية أبتدأ من حيث انتهى التقرير. الوضع الصحي وحسب التأكيدات من إدارة المستشفى والعاملون على صحة الفنان سعد خليفة هو مستقر حتى اللحظة بعد دخوله للمستشفى، لكنه بحاجة إلى يعني تداخل جراحي، ويعني أحد المواطنين أو المتبرعين يقوم ب يعني التبرع بالكلى إلى الفنان القدير سعد خليفة الذي هو بجانبي الآن. نعم. أنا يعني أحب أن أختصر في الوقت لأن هناك ضيوف في هذا اللقاء. يعني بداية ماذا تقول للجمهور وماذا تقول للذين جاءوا هنا؟ أشكرهم من كل قلبي، وأشكر كل من سأل عني وسأل علي ووقف وياي هاي الوقفة الحلوة، وخصوصا الكادر الطبي في مستشفى الكرامة من السيد المدير الأستاذ ليث إلى الدكتور الأخصائي، الكادر الطبي كلهم مشكورين. أشكر وزيرة الصحة، أشكر مدير عام الصحة، مدير عام كرخ بغداد، على كل من وقف وياي وسأل عني. أشكر المواطنين واحد واحد
وهذا أهم شيء، يعني نحن نتمنى لك الشفاء العاجل. لربما الحديث طويل معك يعني غير جائز، لكن نحن كشبكة إعلام والمواطنين وجمهورك يتمنوا لك الشفاء العاجل يحفظك. وننتقل إلى المدير المستشفى الدكتور ليث الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان سعد خليفة. والله حاليا فناننا المحبوب سعد حالته الصحية مستقرة. طبعا هو خضع جلستين غسل وعوضناها منها، كان عنده فقر دم همين عوضناه بالدم. سوينا له فحوصات ايكو، تغطية قلب، أشعة، تحاليل مختبرة، الحمد لله كلها تبشر بالخير. احنا ان شاء الله يعني لحد راح نقرر انه يوجد له متبرع، لانه يحتاج عمليه زرع كده، وان شاء الله يعني اذا نشوف الاستجابه جسمه كل زينه، يعني بسرعه استجاب، بس مجرد خضع جلستين الحمد لله بس حاليا مستقر ويضحك ونفسه زين واكله يعني بدا ياكل يعني، وراحت من عند هاي الشغلات الاعراض لعبان النفس والفقر الدم. الحمد لله صحته الصحيه مستقره. حاول طبعا الجماهير انه وضعيته الصحيه كل زينه، بس يحتاج عمليه، وان شاء الله الحد الجاي نقرر له المتبرع وان شاء الله. بالتاكيد هم كل العراقيون اليوم متبرعين لفنانينا ولرياضينا. الفنان زهير محمد رشيد اليوم كل الفنانين، نشوفك انت وحضرتك واستاذ ماجد واخرين على مدار ال 24 ساعه. كل الفنانين طبعا، انا باسم سعد خليفه وباسمي وباسم كل الفنانين والمحبين، رغم حزني الشديد. طبعا دكتور ليث اوجز حالته الصحيه، انا بدي اقول كلمه واحده، حزين على سعد الله يعلم، بس فرحان بحب الناس. وشاف دكتور ليث بالرغم انه الزيارات يعني صعبه لسعد، ولكن اذا ما اقول لك مئات بل الالاف، بل الالاف. يعني اليوم اجى دكتور مجاهد من الشبكه العراق مشكور، ويعني وبقى ويا سعد، ودكتوره هديل الزميله العزيزه، والاتصالات من خارج العراق. يعني اليوم اتصل دكتور العفو استاذ ماجد المهندس مرتين بي وحكى ويا سعد وفنانين اخرين. اشكر كل الجمهور حقيقه، كل الجمهور اللي يكتبون بالفيسبوك واللي يتصلون، وهذا الحب اني ما انساه مدى حياتي. فنانين العراقيين هم يعني عرب يشاهدون عربيا ويشاهدون محليا. برا من الخارج اتصالات مستمره طيله اليوم، يعني طيله 24 ساعه. دكتور ليث الله يعطيه الصحه والعافيه، دكتور كاسب مدير الصحه، الرجل يعني مرافق الحدث، دكتورة عديلة والسيدة الوزيرة يعني مشكورة، لجنة ورا لجنة تجي التشيك مال الفحص مال أخويا سعودي. شفت الناس اللي برا من كل شرائح المجتمع العراقي يزورون سعد خليفة. احنا سعداء بوجود الناس اللي يزوروننا حقيقة، كل السعداء بشكل، رغم ما انه احنا متأثرين على حزننا واخونا وحبيبنا. كل الفنانين سووا جمعية تبرع الا انه يريدون ينقذون سعد. والله العلي العظيم كل الفنانين، يعني انا كريم منصور خابرني قال لي ابو ياسين احنا عسل نسوي له المبلغ اللي يحتاجه ونقوم بعلاجه، رغم انه مكتب السيده الوزيره ما قصرت، والمدير العام اجانا وقال ابو ياسين شنو اللي تريدون؟ نشكر الساده المسؤولين اللي رافقوا زياراتهم المتواصله لاخويا وحبيبي، كل المواطنين اللي اجونا، كل الفنانين اللي شفتهم برا، عامه الناس، كل شرائح المجتمع اليوم زارونا. حقيقه احنا يعني سعداء بشكل تعبير اخونا يعني. لكن اخوي حبيبي سعد يعني ان شاء الله يقوم بالسلامه، لانه مستمرين ويانا، لانه سعد حبيب الكل، يعني محبوب، زرع البسمه على كل العراقيين. فهاي بدليل الناس اللي شفته يعني ضباط مسؤولين. بالتاكيد هذه زيارات يعني المواطنين، الشخصيات العامه، الشخصيات السياسيه، هي تاكيد على انه الفنان الكوميدي سعد خليفه هو الذي اثر كثيرا بالتاكيد. يعني شاهدنا هذه المشاعر الجميله ومشاركه الجميع بهذه اللحظات. نتمنى الشفاء العاجل لسعد خليفه فناننا المحبوب، وشكرا لك كنت معنا مراسل